في ظل عصر السرعة اللي احنا بقينا فيه حاليا، أصبح عندنا حالة من التخطيط، نوع مختلف، وهو التخطيط العلمي، أو اللي بقى حاليا تحت مسمى شورتس. طب هو حالة التخطيط الجماعي دي خطر؟ أنا سامح نصر الله، وأهلا بيك في تيك هاوس. في عصر كله سريع من تطورات سياسية وتطورات اقتصادية وتكنولوجية وتطورات صناعية وطفرات في عالم الذكاء الاصطناعي اللي بيحصل كل يوم، والتطور الرهيب اللي بتمر بيه البشرية في الأيام دي، أصبح عندنا مرض منتشر وللأسف مش عارفين إنه مرض، علشان كده بينتشر من غير ما إحنا نكون بندور على علاج ليه، وهو مرض القصاقيس أو اللي بنسميه أحيانا شورتس او ريلز. لقينا ان في ناس اخذت كل معلوماتها عن مجال معين من القصاقيس دي وبدون اي شك في معلومه واحده من اللي عنده، وتلاقيه بيتكلم بثقه وكأن عنده الصح المطلق. الحاله دي عملت لنا بني ادم ما يقدرش يركز في حاجه واحده اكتر من ربع ساعه. حسب دراسه اتعملت سنه 2022 اتنشرت في مجلة Computers in Human Behavior، نتائجها بتقول ان الحاله اللي احنا فيها حاليا عملت انسان، وخد عنك، واحد غير قادر على التركيز في أي موضوع بإنصات أكتر من ربع ساعة. وحسب دراسة تانية اتعملت سنة 2023 من National Institute of Mental Health بالتعاون مع جامعة كولومبيا، اتنشرت في مجلة Journal of Abnormal Psychology، بتقول إن نسبة الاكتئاب في الجيل الحالي Generation Z زادت بمعدل 32% خلال سنة 2023 بس، وده بسبب الانطوائية وعدم التركيز اللي سببته الفيديوهات القصيرة دي، لأنه ما بقاش عارف يتكلم مع نفسه، ما بقاش عارف يركز هو يفهم نفسه ازاي. تاني حاجة، أصبح عنده حالة دائمة من البحث عن المتعة السريعة، وده خلاه هش في علاقاته ونفسيته، أقل حاجة ممكن تكسره. ثلاثة، أصبح عنده إدمان رقمي للأجهزة اللي بتديله المحتوى ده. حسب دراسة اتعملت سنة 2023 من جامعة أكسفورد بالاشتراك مع جامعة بيجينج نورمال، اتنشرت في مجلة Journal of Behavioral Addictions، بتقول ان استخدام المراهقين المتوسط في دول زي امريكا والصين وبريطانيا هو 2.6 ساعة في اليوم. واظن ان من غير دراسة انت ممكن تفتح استخدام موبايلك وشوف متوسط استخدامك انت اليومي، ما تتخضش لو لقيت الرقم من خانتين، دي الحقيقة بس انت مش واخد بالك. 4، تراجع الذاكرة العامة والنسيان السريع. 5، نقص الصبر العقلي وقلة الالتزام ومقاومة المهام الطويل. كل ده حصل بسبب سكرولينج بلا معنى على يوتيوب وتيك توك وفيسبوك وانستجرام خلال ساعات طويلة، كل اللي بيحصل فيها بس انك بتفقد تركيزك وبتخسر وقتك وكل طاقتك. بمجرد ما تقفل الفون تحس بكمية تشويش رهيبة وما تقدرش تقعد ساعة على بعضك وتلاقي ايدك بتاكلك. ليه؟ عايز الجرعة. طب والحل؟ بص يا سيدي، الحل سهل وبسيط واحنا بنقوله، لكن تطبيقه هيكون صعب شويه ومحتاج شويه مجهود منك. محتاج تفصل دماغك خالص عن المعلومات السريعه دي. الحاجه اللي انا عملتها وانصحك بيها وهي انك تمسح اكونت فيسبوك اصلا. هو بيفيدك بايه؟ فكر معايا كده، الفيسبوك مستحيل يزودك حاجه حلوه. هتقول لي بعرف اخبار العالم، هقول لك طب وبعدين؟ غيرت حاجه؟ انت عرفت اخبار العالم، اخدت ايه غير ان انت اكتئبت؟ ولا انت بتعرف المعلومات فبتحس نفسك مهم وخلاص؟ هو ده انا اشبعت رغبتي ان انا احس ان انا مهم. ايه على الفيسبوك ما يكئبش؟ شيل الانستجرام من على تليفونك. ولو انت محتاج واحد منهم في الشغل او بتكلم حد مش عارف توصل له غير من خلال الادوات دي، خليهم عندك على الكمبيوتر او اللاب علشان تصعب على نفسك الوصول ليه. امسح تيك توك تماما، برنامج ما بيعملش حاجه غير انه يشتتك، بيحسسك بالعلم وفي الحقيقه انه سم قاتل للمخ. وقف كل الريكومنديشنز والاكسبلور على يوتيوب من السيتنجز بتاعه الاكونت بتاعك، وخلي اليوتيوب مكان انتاج زي كده تفتحه، هو مش باين فيه اي حاجه، وحتى لو دخلت على الشورتس recommendations are off. انت محتاج ان يوتيوب يبقى كده. ليه؟ علشان لما تعمل سيرش ما تتشتتش في كذا حاجه، لكن تدخل انت عارف انت رايح فين. وحاجه اخيره، ودي كل الخبراء اللي جم في الدوكيومنتري اللي اسمه سوشيال دايلاما، وهي انك تقفل كل اشعارات موبايلك اصلا، ووقت المذاكره او الشغل
اقفله واركنه بعيد عنك. في حاجه اسمها دوبامين فاستنج او بالعربي صوم الدوبامين، وده بيبقى عباره عن يوم في الاسبوع بتقرر فيه انه من اول ما تصحى لحد ما تنام مش هتعامل مع اي مصدر بيديني دوبامين سريع. ممنوع استخدام اي اجهزه، تقفل الكمبيوتر، تقفل اللابتوب، تقفل التابلت، تقفل الموبايل، تقفل التلفزيون، وممنوع اي شاشات لمده يوم واحد بس. هتقرر ان انت توقف تلوث دماغك وبعدين ترجع تاني، لكن وانت واخد قرار ان مش هلوث دماغي بقاذورات النت. ليه انا اتكلمت في الموضوع ده؟ علشان بسبب الفيديوهات دي انت بتعود نفسك انك تاخد قرارات سريعه وغير مدروسه، فبتكون ضحيه سهله لاصغر هاكر علشان ياخد بياناتك ويراقبك بكل سهوله. طبعا مش محتاج اقول لك ان الشورتس الوحيده اللي هتفيدك هي بتاعه القناه هنا تيك هاوس، علشان تفهمك ازاي تحمي نفسك وتبقى متامن وفاهم شويه مبادئ بسيط. بس يا سيدي، اتمنى الفيديو يكون عجبك واستفدت منه، وتكون اخدت قرار حقيقي، وهو انك توقف كل حاجه بتستنزفك وبتستنزف وقتك وتركيزك في كلام فاضي. كل المصادر والدراسات اللي اتذكرت النهارده في الفيديو هتلاقي لينكاتها تحت في الديسكريبشن، خد لك لفه عليهم عشان في معلومات كتيره جدا انا ما قلتهاش لكن هي مهمه. ولو كملت لحد هنا فانزل في الكومنت سيكشن واكتب اتغلبت على نفسي وكملته للاخر. وعايز اقول لك عاش عليك انك كملت لحد هنا. ما تنساش بقى اللايك والشير علشان تخلي غيرك يستفيد، يمكن انت تكون السبب انه يغير حياتك بسبب فيديو صغير بعتهولك. واعمل سبسكرايب وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات اول باول. اتمنى لكم كل الخير واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. يا لهوي.